انا كنت عارف ان انا مش ههون عليكي. ما بقاش بياكل معايا الكلام ده يا حسن. بس انا عارف ان انت قلبك طيب وبتحبيني. وانت بتحبني؟ طبعا. وانت يعني مش عارفه؟ بتحبيني انا اكتر ولا شريفه؟ انت حاجه وهي حاجه يا حنان. طب بتحب نفسك انت اكتر يا حسن ولا شريفه؟ طب انا هسهلها لك اكتر. بتحب اي حد او اي حاجه في الدنيا غير شريفه؟ شايف اي حاجه تانية في الدنيا غير شريفه؟ طول ما انت خايب كده ومهزوز انسى ان انا اختك، لان انا اخويا الكل بيحترمه وبيعمل له الف حساب. اخويا متربي وما بيأذيش حد ولا بيجي على الغلبان. اخويا عنده نخوه، ما بيجيش على الولايه ولا بيأذي بنات الناس. كفايه بقى كفايه، حرام عليكي. انا اصلا مش طايق نفسي من ساعتها. احسن انك مش طايق نفسك علشان تصحى كده وتفوق لنفسك وترجع حسن اللي انا اعرفه. وما تخليش واحده شمال تمطوحك وتجيبك على بوزك تخليك حتى مش قادر تبص في عين نفسك. انت جايه ليه؟ جايه ليه يا حنان؟ انا جايه ليه؟ انا جايه علشان خاطر البنت الغلبانه اللي انت دوستها في طريقك. عايزه حاجتها اللي هي تعبت وشقت علشان تفرشها في بيتك عشان بتحبك. تمام، قولي لهم يجوا وانا هساعدهم. تساعد مين؟ هم اصلا مش طايقين يبصوا في وشك. هم مش باعتني هنا علشان استأذنك، هم باعتني هنا علشان أأكد إنك ما تكونش موجود في البيت. حاضر يا حنان، خليهم يجوا، ولو عايزاني اسيب لهم الشقه ياخدوها عشان ترتاحي. أنا عايزك تنزل وتمشي وما ترجعش غير لما أبعت لك رسالة. صحيح، وما تنساش تبارك لحبيبة القلب اللي سففتك التراب. جايبة فراشة تحت البيت علشان النهارده فرحها على صلاح جوز أختها. بتقولي ايه؟ بقول اللي أنت سمعته يا متر. ها؟ اصحى كده وفوق لنفسك قبل ما تبقى مجنون شريف. يعني كله جمع عفة. العيال بتاعت الدي جي فخدوا 500 فاضل لهم 300. ما كتير قوي يا عفة، ليه 800 جنيه ليه؟ ما هي 500 حلوه قوي. مش كتير ده كده ده. تعالى يابا هنا، رايح على فين؟ تعالى. مالكش دعوه بصلاح. يعني ايه ماليش دعوه؟ انت داخل بيتي وتقول لي مالكش دعوه؟ الناس شكلها اتجننت ابو صلاح. انت بره الحوار ده استعفى. الله يبارك لك. فيها حوارات ولا ايه؟ ابعد يا صلاح، انت هتستعبط يا صلاح. شريفه يا عم اهدى على نفسك. شريفة! اهدى على نفسك يا حسن، عيب شكلك وحش قدام الناس. انا برضه اللي شكلي وحش؟ ما انت عارف انها بتحبني. بتحبك بأمارة ايه؟ أمارة جوزها الأولاني ولا التاني ولا التالت اللي النهارده؟ أنت استبني يا حسن، افهم كده بقى، أنت استبن. اسمعها منها. أنت بتسمعها مني أنا راجلها، أقول تكلم مين وما تكلمش مين. مش لما تبقى راجل الاول. اوبا لا جامده دي يا متر، لم الكلام وبعدين احترم الراجل ده ليلته النهارده، المفروض انت تكون جاي تبارك له. لا أنا مسامح النهارده يا عفت، أنا مسامح الكبير والصغير والعبيط والاهبل. ارتاح. خليها تعدي. حبي بقى. حبي يا حسن عشان راسك يا مصطفى. تعالى يا رجاله شوفوا الواد ده. شريفه في اي ناحيه. شريفه هتتجوزي يا شريفه، هتتجوزي. ألف مبروك يا مدام زينب. أنت تقريبا كده خدتي براءة. تقريبا. هو مش خلاص خلصنا القضيه والقاضي عارف ان انا ماليش دعوه بالمخدرات دي؟ لا، فاضل جلسة المحكمة ويبقى القضية اتقفلت خالص. وطالما القاضي الجزئي خرجك يبقى الموضوع انتهى خالص. انا والله مش عارفه اشكر حضرتك ازاي ولا اشكر مروان بيه، ده جميلكوا على راسي من فوق. الشكر ما يبقاش كده وما يبقاش هنا. امال حضرتك عايزني اعمل ايه؟ تيجي تشكري مروان بيه بنفسك. حاضر ان شاء الله هعمل كده، اظبط بس اموري مع جوزي واختي وهروح له على طول. لا يا ريت يكون دلوقتي، لأن مروان بيه قال لي إن حضرتك تخرجي من القسم فورا تروحي له عشان يطمن عليكي بنفسه. لا دلوقتي ازاي بس؟ ده انا لازم. بعد إذن حضرتك، ده أول طلب أطلبه منك وهيفرق معايا جدا. لو ما جيتيش معايا مروان بيه هيلومني أنا، وأنت ما يرضيكيش بقى وسط الفرحة دي آخد لك كلمتين. والله انا مكسوفه قوي من المقابله دي. طب ما ينفعش حضرتك تشكره مكاني؟ لا ما ينفعش، وبعدين أنا مش شايفين في حاجة تكسف. ازاي بس؟ طب انا محتاجه بس اروح البيت اغير هدومي، لحسن انا بقالي 3 ايام بالهدوم دي وشكلي عرق قوي. ثانية واحدة. مروان بيه بيتكلم اهو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، خلصنا الاجراءات. هنيجي على حضرتك فورا. اتفضل يا فندم، اتفضل يا مروان بيه. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي.